السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا شوكت وده فيديو جديد في رحلتي. عايز تعرف أنا باكل إيه في إعادة التأهيل؟ تعالى معايا أوريك يوم كامل من الروتين اللي ماشي عليه دلوقتي. أول حاجة لما بصحى بشرب مية كتير عشان أعوض الجفاف بالليل وأقلل الجوع. بعدين بفطر فطار خفيف ومغذي. النهاردة كان شوفان وزبادي يوناني بالتوت وسلطة خضرا بسيطة. بعدين وجبة الغدا النهاردة كانت سهلة وخفيفة، لحمة داود باشا مع مكرونة سباجيتي وخضار مسلوق. بعد كده خدت سناك سلطة يوناني بالجبنة القريش، بروتين خفيف يحافظ على طاقتي لحد التمرين. وجبة بعد التمرين بقى كانت مكرونة بالفراخ معمولة بالريد بينز عشان بروتين والألياف، ومعاها خضار مسلوق يزود الشبع ويخفف الحمل على الجسم. وبختم يومي بعشاء خفيف، شوفان بالعسل وزبادي دايت وسلطة خضرا، وجبة هادية تقفل بيها اليوم من غير تتقيل ولا حرمان. الرحلة مكملة والأكل جزء أساسي من الشفا ومن الرجوع أقوى. ما تنساش تعمل فولو سبسكرايب.